علقت الإعلامية مروة صبري على تصريحات الفنانة مها أحمد ومهاجمتها لمتابعيها عبر تطبيق تيك توك مؤخرا خلال برنامجها قعدة الستات، حيث طلبت مروة صبري بقطع الإنترنت عن مها أحمد للتوقف عن هذه التصرفات التي تسيء لها. وقالت مروة: الفنانة مها أحمد إحنا عارفين إنها بقت نجمة من نجوم التيك توك، ودايما بتشتكي إني مش لاقية شغل وهفضل قاعدة على تيك توك، اللي عايز يعمل حاجة يعملها هو حر. لكن أنا مش مع فكرة الجولات على تيك توك، لا لمها أحمد ولا لأي حد تاني من الفنانين والفنانات أو حتى الناس العادية، لكن إحنا دايما بنتكلم عن الفنانين لأنهم بيمثلوا بلدهم وفنهم قدوة. وتابعت مروة صبري: انتشر فيديو للفنانة مها أحمد من يومين وهي طالعة بتتكلم مع المتابعين بتوعها على البث المباشر. حد سألها: ليه بتطلعي لايف كتير وفين جوزك دكتور مجدي كامل؟ وحد قال لها: ما ترجعي تمثلي، ده حب الناس. ودايما بنقول ربنا يرزقنا بحب الناس، لأن الناس هي اللي بتعمل الفنانين، يعني إن حبهم هو اللي بيعليك وخلقهم هو اللي بينزلك، يعني لو الناس بتنصحها بحاجة من حبهم فيها. لكن الغريب والصادم إنها ترد على المتابعين اللي بيحبوها، اللي هم كانوا جزء أساسي وكبير من شهرتها، إنها قالت: يا جماعة أي حد هيكلمني كلمة مش عجباني هديله بالشبشب، وألفاظ وأسلوب غريب، أنا مش عارفة أقول إيه، اقطعوا النت عن مها أحمد. وأضافت مروة صبري: مها أحمد ما بقتش خطر على نفسها، دي بقت خطر على الجمهور. مش دول الجمهور اللي بتحبيه؟ مش الناس لما بتحبك هي اللي بتعليكي؟ قلتي انا بحب التيك توك محدش يتكلم، طب بتكلمي متابعينك على تيك توك باسلوب غير لائق ليه؟ ما تسيبي اللي عايز يقول حاجة يقولها، الناس اذواق، في ناس مبسوطة بوجودك من وجهة نظرهم، وفي ناس متضايقة، وناس شايفة انك قيمة كبيرة فنية. حتى لو هتردي عليهم قولي انا مش لاقية شغل، لكن ما تقوليش الفاظ لمتابعينك على تيك توك. انت كده هتخسري الوسط الفني ومتابعينك والناس اللي بتدعمك. تقبلي النقد؟ مفيش حد كبير على النقد أبدا.